رواية أسطورة الكهف، الحقيقة والوهم. تخيل كده إنك اتولدت جوا كهف مظلم، من أول يوم وانت مربوط، لا قادر تتحرك ولا تبص حواليك، وكل اللي بتشوفه قدامك حيطة واللي بيظهر عليها ظلال ماشيه يمين وشمال. وراك في نار مولعة، وفي ناس بيعدوا قدامها شايلين تماثيل وأشكال، فاللي بيتعرض على الحيطة هو مجرد ظلال للحاجات دي، وانت طول عمرك فاكر إن الظلالة دي هي الحقيقة، لأنك عمرك ما شفت غيرها. وبقى عندك أصحاب في الكهف قاعدين جنبك ومبسوطين، بيتكلموا عن الظلال وكأنها كل حاجة في الدنيا. واحد يقول شايف ده ظل حصان، والتاني يرد عليه لا ده شكله بني آدم، وأنت مصدق لأنك ما تعرفش غير كده. دي حياتك وده العالم اللي انت فاكره حقيقي. لكن في يوم حصل اللي ما كانش على البال. أحد المربوطين لأسباب مش واضحة بدأ يفك نفسه، شد في الحبل، تعب، وقع، بس في الآخر قدر يقوم ويمشي. ولما لفوا وشه لأول مرة اتصدم، في نار، في ناس، في تماثيل ماشية. عينيه وجعته من النور، حاسس إنه بيشوف حاجة غريبة لأول مرة. وخرج من الكهف ولقى عالم مختلف تماما، شمس منورة، شجر، ناس بتمشي بحرية، ألوانه عمره ما شافها. وقف مذهول، وقال لنفسه إزاي كنت عايش في الظلمة دي وفاكر إن الظل هو الحقيقة. قرر ينزل تاني، يرجع للكهف علشان يقول للناس. دخل وقال لهم اسمعوني، اللي انتوا شايفينه مش حقيقي، في عالم برا، في نور وشمس وحرية. بس هما ضحكوا، قالوا له شكلك اتجننت يا عم، احنا شايفين الحقيقة قدامنا، انت اللي عينيك بيضة من النور اللي بوظ دماغك. ومهما حاول مفيش فايدة، لأن الناس أوقات بتخاف من الحقيقة، خصوصا لو متعودة تعيش جوه الوهم. عارف، القصة دي كتبها أفلاطون من آلاف السنين، بس لحد النهاردة لسه بتفكرنا بحاجة مهمة. في ناس بتختار تفضل في الظلمة، وفي ناس حتى لو النور وجع عنيها بتدوري على الحقيقة. وإنت هتعيش في الكهف ولا هتخرج تدور على النور؟ أتمنى أن تكون الرواية نالت إعجابكم. متنساش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكراً.